كل اللي انت محتاج تعرفه بخصوص الكرياتين موجود في الفيديو ده. اولا كده هو الكرياتين من اهم المكملات، عشان انت كشخص رياضي بتحتاج في اليوم مش اقل من 5 جرام كرياتين، وعشان تدخل ال 5 جرام كرياتين دول من خلال الاكل شيء شبه مستحيل. يعني مثلا لو هتدخل الكرياتين من الاكل يبقى انت محتاج تاكل كيلو لحمه عشان تدخل 4.5 جرام كرياتين. يبقى اكيد الاصح والاسهل انك تدخل احتياجك من الكرياتين من خلال المكملات. طب هو ايه الكرياتين وليه مهم للشخص الرياضي؟ الكرياتين بيكون عباره عن 3 احماض امينيه، الميثانين والارجينين والجلايسين، ومهم عشان بيتخزن في الانسجه العضليه وبيرجع يكون نظام طاقه الاي تي بي اللي هو من اهم الانظمه اللي انت بتكون محتاجها وانت بتتمرن. عشان كده لما بتستخدم مكمل الكرياتين مش بترهق بسرعه، بيكون قوه التحمل بتاعتك افضل، لان الكرياتين بيزود حجم الكتله العضليه عن طريق تخزين الماء في العضلات، وطبعا ده بيديها شكل احسن. ده كمان بيحفز النمو العضلي. من الاخر كده مكمل الكرياتين لما بتشتريه فلوسك مش بتروح على الفاضي. لكن بقى بالنسبه للناس اللي بتقول مكمل الكرياتين بيعمل مشاكل للكلى او الهبد اللي احنا بنسمعه، الناس دي ملهاش اي مصدر للكلام غير الجدعنه، لان مفيش اي بحث علمي او منظمه قالت ان الكرياتين ليه اي مشاكل. لكن طبعا لو انت عندك اي مشاكل صحيه لازم ترجع للدكتور بتاعك قبل ما تاخد الكرياتين او اي مكمل.